دلوقتي جمعتكم مع رفيدة البسيوني وأمنية مجدي وبرنامج الفيمس على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. مساء الخير عليكم وعلى كل مستمع راديو MTI. معاكم رفيدة البسيوني وأمنية مجدي في حلقة جديدة من برنامج الفيمس. وضيف حلقتنا النهاردة من مشاهير الفيسبوك. هنتكلم معاه عن بدايته وازاي طلع وازاي بقى ليه فانز وازاي بقى قدر يأثر عليهم وكده كلام كتير 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 لمدة ساعتين. كلمونا وبعتوا لنا SMS على رقمنا 031761 والفان بيج بتاعتنا facebook.com/radiomti. نروح لفاصل. راديو MTI. بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نقعد على هوا يا زميلي؟ تاكل كتير ورخيص. ايه ده، انت تعرف ان برج الاسد ده مودي جدا؟ بقول لك ايه، سمعت عن الواد حسن؟ بقول لك ايه، شفت البت منى النازله دي عامله فيها ايه النهارده؟ دخلت النهارده حوار جامد جدا. سمعتهم النهارده سمعت ايه يا عم؟ أحلى مسا على الناس الكويسة اللي يسمعونا. كل الناس تجهز من 8 ل10 كل يوم اثنين وثلاث وخميس ويسمعونا في برنامج أحلى مسا على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. انتوا لسه بتسمعوا برنامج الفيمس مع رفيدة البسيوني وأمنية مجدي على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معاكم رفيدة البسيوني وأمنية مجدي وحلقة جديدة من برنامج الفيمس، ومعانا ضيف حلقتنا أحمد أدري. ازيك يا أحمد؟ تمام الحمد لله. ازيكم انتوا؟ الحمد لله. ايه أخبارك؟ ماشي الحال الحمد لله. عامل ايه في الساعة اللي احنا فيها؟ بصراحة ما كنت متوقع حاجة زي كده. الحمد لله. بنتلج يا جماعة هنا بنتلج. عايزين نتكلم بقى شوية عنك مبدئيا كده. مين أحمد أدري؟ تمام، أنا عندي 20 سنة وفي جامعة حلوان كلية تجارة. أنا كان نفسي رايح تالتة أو في تالتة. أنا كان نفسي أدخل إعلام، بس طبعا في مصر أي حاجة أنت نفسك فيها بتخش على طول كلية الشعب اللي هي تجارة. تمام. فالحمد لله على كده. بس بتعاني انت؟ جدا جدا والله. بس موضوع الفيديو جالي ان انا اتكلم عادي مع ناس كتير عشان اشوف انا بس صح ولا لا، او رايي زي حاجه رايهم ولا مضايقاك لا. مثلا طلعت وقمت اتكلمت عنها عادي؟ عملتها في فيديو بامانه، كنت قاعد فاضي ساعتها. فبعد كده نزلتها عندي على الاكونت بتاعي، ما لقيتش قبول. اللي ضحك عليا واللي هزر من اصحابك واللي قلش بالظبط كده. بعد كده عملت بيج، والبيج وصلت 200 ولا 300، وبعد كده قفلتها تاني. في قد ايه؟ في 201. ايوه ماشي. في قد ايه؟ لا ما اعرفش، بس كان في اسبوعين حاجه زي كده. بعد كده قفلتها ما كملتش. بعد كده رجعت تاني عملت عشان كنت فاضي برضو. بس بعد كده بالظبط. وعملت زي ما الناس قالت اللي هو بعتها لدبل سماش والكلام ده كله. عملت كده وكان اول فيديو نزل هو بتاعت افتكاسه كائن المصيف اللي هو بيمشي براحته بتاع اسكندريه ده. بالظبط كده. بس والدنيا بعد كده مشيت يعني. تمام. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع أحمد أدري. مستنيين اتصالاتكم على 011 1760 1760 والكومنتات بتاعتكم على راديو MTI. راديو MTI. انتوا لسه بتسمعوا برنامج الفيمس مع رفيدة البسيوني وأمنية مجدي على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه معانا احمد أدري وبنتكلم معاه
عن بدايته قبل الفاصل كنا بنتكلم ازاي طلع وازاي عمل فيديوهات، وكان بيقول لنا ان هو كان قاعد عادي والفراغ قتله وقام عمل فيديوهات. تمام. يلا يا رفعت. الاول انت اول حاجه عملتها انت عملت فيديو، بعد كده بعت الفيديو ده لصفحه دب سماش. تمام دي البدايه خالص. لقيت رد فعل الناس ايه؟ رد فعل الناس ركزوا في حاجه مالهاش علاقه بالفيديو خالص، اللي هي عينيك بقى ومش عارفه ايه وكده. الولاد والبنات انا استغربتها ان هي يعني جت من الولاد قبل البنات، ان انا عامل حواجبي وحاطط لينسز وحاطط روج يعني انا مش فاهم. بس فبعد كده كان في فيديو رديت بفيديو تاني هم نزلوه انه دول عالم متخلفه واللي يقول كده يبقى شايف الناس كلها زيه الكلام ده كله. بس لا بس اتهزقت تهزيق محترم قوي. في اللي يعني يتكلم عن طريقه كلامي والناس اللي شافوا شكلي بس، لكن ما كفيديو او كان عملت حاجه ما حسيتش ان هم عجبوا بحاجه زي دي. طب ممكن يعني ثواني امنيه، انت يعني لما لقيت رد الفعل الناس عكسي كده ده ما خوفكش؟ يعني الانتقاد السلبي اثر عليك؟ يعني لا مش كده، بس لا انا وقفت شويه كده مع نفسي قلت لا انا مش عايز اكمل وموضوع ملوش لازمه والناس مش هتسمعني، هيركزوا في حاجه تانية غير اللي انا عايز اعملها. يعني هو اي حد عموما بيدخل المجال ده بيركزوا معاه في كده. تمام. بس لا انا بقى ما اعرفش حاجه زي دي عشان انا عمري ما انا كان نفسي اطلع اعلامي كلمه، بس نفسي اطلع اعلامي او نفسي اطلع في التلفزيون واتكلم وكده، لكن كتنفيذ ما فكرتش ايه رد فعل الناس. تمام. بس يعني ده ما اثرش خالص عليك؟ انت قلت هكمل في الاول يعني الناس دي بتقول كده ليه، وطبعا اشتكيت لكذا حد شجعني ان انا اكمل على كده. بس بعد كده قلت عادي، لا تقبلني وما تقبلنيش براحته. بمناسبة بقى التشجيع، مين اللي شجعك ان انت اصلا تفتح الصفحه تاني بعد ما قفلتها؟ هو في الاول انا يعني ما فيش حد، مره واحده لقيت ان انا عملت بيج من غير ما اخد راي حد، وبعد كده كملت في البيج. اهلي مبدئيا هم يعني مش في دماغهم الموضوع ده، ولا في دماغهم ان انا ممكن في يوم من الايام انجح في حاجه زي دي، بس بيشجعوني عشان ده واجب عليهم. ما بيتفرجوش على الفيديوز بتاعتك؟ ماما بابا مش فاضي. اخواتي برافو عليك حاجه بس. صحابي ما عملوش كومنت قوي على الموضوع ده، اللي هم صحابي قوي اللي هم ما فرقش معاهم يعني حاجه زي كده ما حسيتش، بس برضه هزار وايه فيموس والكلام ده كله. لا بس انا هقول لك على حاجه، كان في الضيوف اللي قبلينا عمر ممدوح ومي ابراهيم وكده قالوا ان هم اول ما عملوا البيج وبقوا مشاهير والناس عارفاهم ابتدى اصحاب قدام يكلموه واصحابه. لا ما حصلش معايا كده. لا انا مصاحب ده ومش عارفه ايه. لا انا ما حصلش معايا كده، او يمكن عشان ما اوصل لهمش ان انا مثلا بعدي فيديو كده، لا بس ما حصلش معايا كده خالص خالص يعني. طيب احكي لنا بقى عن اغرب موقف حصل لك اللي انت كنت لسه حكيه. اغرب موقف حصل لي ان انا كنت مروح من الشغل بالليل. تمام. وسواق ميكروباص انا ما اعرفش دماغه كانت فين ساعتها، فبيقول لي تدخن؟ قلت له ربنا يخليك انا ما بدخنش. قال لا والله لا تدخن. ولع لي السيجاره، فانا افتكرت انه بيهزر قشطه يعني، فخدتها منه ورميتها من الشباك. راح قال لي انزل. فبصيت له كده قال لي انت مش محترم انزل. ونزلت عشان قلت له هات الاجره ونزلت. ايوه يعني الله اعلم كان ممكن يعمل فيها ايه. اهم حاجه خدت الاجره. خدتها كانت جنيه ونص. بس لا كانت جنيه ونص. طب الحمد لله. عشان كده عملت فيديو بتتكلم فيه عن السجاير بمناسبه الموضوع. لا انا ما اتكلمتش عن السجاير عموما، انا اتكلمت عن الشخصيه الضعيفه قدام حاجه. او ان هو مثلا قدام حاجه معينه فبيضعف، ففلوسه وصحته كلها ليها، سواء بني ادم بالظبط بني ادم او حاجه ماديه. بس في السجاير اول حاجه في دماغي عشان هو مشهور عند ناس كتير قوي. تمام. انت بادئ من شهر 7. تمام. بدأت الفكرة عامة جات لك من شهر 7 اللي فات ده، يعني بقالك بالظبط 3 شهور تقريبا. هل صفحة دب سماش هي السبب انك الفانز كلهم بقى عندك الكمية الفانز دي؟ اكيد بعد ربنا الناس دي يعني زي ما تقول انا بعت الفيديو وبعد كده هم حتى قالوا لي، يعني حد ادمن ما بينليش اسمه بصراحه، قال لك كمل، قال لي كمل واي فيديو تعمله بعته لنا وانا هنزله على طول. نفس الكلام مي ابراهيم قالته. وفعلا عملوا كده ووقفوا جنبي بصراحه وانا بشكرهم واحد. ايه رايك في تشجيع دب سماش للناس اللي في المجال بتاعك؟ يعني ان هم بينزلوا لهم فيديوز. هي حاجه حلوه اكيد وناس تشكر على كده جدا كمان، عشان هم بيحددوا مستقبل ناس كتير قوي بعد كده. بس ساعات بتفلت منه جدا يعني، ساعات كتير بس قوي. واحد زي بس ده برضو واجبهم زي ما تقولي كده. تمام. طب بس قبل ما نكمل كلامنا بس معانا اتصال تليفوني. الو 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 الو. طيب انا اهو كده هترد. الو. لا شكله تمام
خلاص نكمل كلامنا. يا جماعه اتصلوا بينا على 011 1760 1760. وبرده اللي عايز يكتب كومنت لاحمد على البيج يكتب كومنت على صفحه راديو MTI او صفحه الفيمس. تمام نكمل بقى كلامنا. كنا بنتكلم عن الدب سماش. تمام وواحد كنت بسألك يعني واحد زي الخليل كوميدي الدب سماش كانت بتشير له الفيديوز بتاعته. التليفون رجع تاني. طب معلش ناخد اتصال. الو. ايوه ازيك يا رفايدة؟ الحمد لله تمام. مساء الخير يا رفايدة انت وامنية. مساء النور. مين معانا؟ ممكن اسلم على احمد؟ اكيد معاكي. ازيك يا احمد؟ تمام الحمد لله. ازيك انت؟ مساء الخير. مساء النور. على فكرة انت انسان محترم جدا وكويس وبنتعلم منك كتير. الفيديوهات بصراحة حاجة كويسة جدا اتعلمنا منك كتير قوي. واخر فيديو النهاردة كان جامد جدا يعني بصراحة. ربنا يخليك. شكرا. اتعلمنا منه كتير قوي. شكرا. ربنا يوفقك دايما ان شاء الله. متابعة احمد بقالك قد ايه؟ انت ما قلتلناش اسمك. انا اسمي هاجر. ازيك يا هاجر؟ متابعة احمد بقالك قد ايه هاجر؟ بقالي حوالي شهر. ايه اكتر فيديو عجبك لاحمد؟ الفيديو بتاع النهارده الاول اتكلم الجزء الاول عن الفضائيين كده، قال الموضوع فاصل وكده. اما الجزء الثاني اتكلم عن الاثنين بيحبوا بعض وكده. قعد يقول بقى لازم الانسان يكون بيحبك بجد وكده، عشان ما تملوش من بعض بقى والحركات دي كلها يعني. تمام. حاسه انك استفدتي من ورا الفيديو يعني؟ طبعا استفدت كتير يعني. نبدأ بقى نغير حياتنا بدل الملل اللي احنا فيه. يعني انت بتاخدي بنصايح احمد؟ طبعا. طيب مش تمام. ميرسي ليك يا هاجر. تحبي تقولي حاجه لاحمد قبل ما نقفل؟ ربنا يوفقه دايما ومن نجاح لنجاح، ومستنيين فيديوهاتك كلها يا احمد. تمام. ربنا معاك بقى. شكرا. ميرسي يا هاجر. يلا نكمل كلام. باي باي. يلا نكمل بقى كلام. باي باي. يلا نكمل كلام عن الدب سماش. تمام. كنت بقول لك واحد زي الخليل كوميدي دب سماش بتشير له الفيديوز بتاعته. تمام. ومع زي يعني مش الفكره ان هي بتشير لاي حد. تمام. وفي ناس ما بتساعد اي حد يعني. مش مهم المحتوى. تمام. يعني فهمت الفكره. ايوه انا ده قصدي كده برضو يعني. اللي هو ممكن ما يبصوش على الفيديو. ممكن يبصوا على الفيديو وينزلوه. هما بيبصوا على اللي جاي لهم من ورا الفيديو بقى، سواء مشاهده او لايك ايا كان. مفيش حد بيطلع من اي حاجه بالظبط كده يعني. مفيش حد بيطلع من اي حاجه من غير مصلحه يعني. بس تمام. قول لنا بقى، عندك اخوات؟ عندي ولدين وانا اكبر واحد. انت اكبر واحد؟ هي ناشفه في البيت، مفيش غير ولاد بس. تمام. مرتبط؟ مرتبط. ايه تمام. زملكاوي ولا اهلاوي؟ زملكاوي الحمد لله. ايوه كده. ايوه كده بقى. ايوه بقى. ما نجيبش حد اهلاوي يا جماعه. الفريق كله زملكاوي. طيب بتشتغل ايه يا احمد؟ انا شغال كاشير في مطعم ايطالي. تمام. مبسوط شغلك؟ الحمد لله. تمام. نكمل كلام مع احمد، بس تعالوا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. مستنيين اتصالاتكم على 031 1760. امنيه بتحب تقول الرقم بقى عشان كده مش بقولها. والكومنت. يلا قولي بقى. بيج راديو MTI. وقالوا على احلام مستحيله وبعيده، كنا زي برق ورعد في عز الليل، نورنا في كتف بعض، غلبنا الصعب والاصعب. راديو MTI. عشان بنحب نعرف آرائكم دايما ونتواصل معاكم أكتر، عملنا لكم ابلكيشن MTI توك. اعملوا داونلود للابلكيشن دلوقتي من على اندرويد جوجل ماركت، أو ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك وهتلاقوا الداونلود لينك. راديو MTI، إذاعة تتحدى الجميع. ركز في كل حاجة أو في أي مشكلة تقابلك، شوفها من أكتر من زاوية هتحلها، ولو ما حلتهاش كفاية إنك تفهمها كويس. افهم الحياة أكتر مع دكتورة جيلان شرف وبرنامج دكتور جيكو على راديو MTI. راديو MTI، إذاعة تتحدى الجميع. انتوا لسه بتسمعوا برنامج الفيمس مع رفيدة البسيوني وأمنية مجدي على راديو MTI. راديو MTI، إذاعة تتحدى الجميع.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه معانا احمد قدري في برنامج الفيموس، ولسه بنتكلم معاه عن الفيسبوك وعن الفيديوهات بتاعته. وكنا قبل الفاصل بنتكلموا بقى عن حياته الشخصيه واخواته والبيج بتاعته اللي كانت لسه بادئها من 3 شهور. واهم حاجه عرفناها ان احمد زملكاوي ومرتبط. ايوه كده. دي اهم حاجه. احنا لحد دلوقتي جبنا عمر ممدوح زملكاوي وكده احمد قدري زملكاوي. اي نعم مي اهلاويه ملناش دعوه. حبيبتنا برضه حبيبتي. دلوقتي يا عمر يا احمد انا معلش الفيديوهات اللي بتعملها الافكار بتاعتها او المواقف اللي فيها بتبقى مواقف بتحصل لك ولا حد بيساعدك بيقول لك على افكار صعبه؟ لا محدش بيساعدني على حاجه وبتبقى وقتي. تمام. يعني افتكر الموقف او افتكر مثلا حاجه حصلت او حاجه حصلت قدامي حالا اجري على الاوضه اعمل الفيديو على طول تلقائيا من غير اي حاجه. لا من غير مش بتعمل حتى ايديت للفيديو بتصوره لا وشي كده على طول. طيب. زي مثلا ايه؟ احكي لنا عن موقف كده قبلك ولقيت نفسك رايح تعمله فيديو. يعني التحرش بيتهيألي هو موضوع التحرش ما اظنش ان انا محتاج ان انا اشوف حاجه منتشر قوي بالظبط. يعني ممكن يكون الشباب ما بيعملوش غير كده اصلا. يعني في شباب ما بيعملوش غير كده سواء في الجامعات. يعني لسه كنت في الجامعه امبارح شفت موقف زي ده. المفروض جامعه ما بيفرقش عندهم، فطبعا غريزيا حيوانيا بهيميا منهم هم فقشطه يعني. حلوه دي حلوه. تمام. فاتكلمت عن التحرش. تمام. انا اتكلمت مش يعني عن التحرش عموما، وان البنت حره تلبس اللي هي عايزاه، لو حرام او غلط كده ربنا هيحاسبها. مش من حق حد يعني يعلق او حتى مالكش حق ان انت تاذيها بالظبط. بس يعني ده مش من حقك، يعني مش عشان خاطر هي لبست كده فانت تعمل كده. طيب مبرر يعني. قول لي بقى اغلب الفانز بتوعك بنات ليه؟ هو برضه حد سالني السؤال ده قبل كده، قلت له مش انا اللي بختار. تمام. بس يمكن الولاد مش شايفين ان انا بقول حاجه صح. تمام. بس يعني يمكن عشان منصف للمرأة شوية. لا ما هو مش موضوع منصف للمرأة، هو الموضوع ما جاش في دماغي كده. بس يعني انا كنت حتى عايز اجاوب على حاجة زي دي جدا. دلوقتي انا بدافع عن البنت عشان خاطر انا ولد، يعني عشان خاطر انا فاهم الولد. البنت مهما تعمل في الاخر تقع على بوزها وتنكسر وتقعد تعيط. الولد فيه من جواه يعني زي ما تقولي انت ليه واخد بالك واخد فكره ان البنات ضعيفه قوي كده؟ لا مش موضوع ضعيفه، بس البنت بنت. يعني البنت بنت خلاص. يعني في الاخر يعني انها بتيجي تدمر البنت نفسيا، بس الولد عادي مش بالظبط. مهما قالت انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا مش هتعمل الكلام ده كله. كنا الولد يرتبط يجي البنت يعمل لها ملاك، بعد كده يرتبط بيها، بعد كده يسيبها ويروح لواحده تانية، بعد كده البنت دي يجي لها حد تاني فيرجع عشان يكلمها تاني فما توافقش، فيقول لها انا هوريكي كذا وكذا وكذا ويعمل كده فعلا. هي دي مشكله فعلا. بس هنكمل كلامنا، بس ناخد اتصال. الو 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 في صوت هوا خروشه. الو طب لو جنبك هوا اقفل الشباك. وانت عرفت منين هوا جنبك؟ انا سامعه صوت هوا. ايه هو تقريبا في الشارع. اطلع طيب كلمنا من فوق. الو ايوه شفت واقع عندي جو. نعم. مين معانا؟ انا اسمي سعد. ازيك يا سعد؟ برنامج الفيمة. ايوه برنامج الفيمة. معاك احمد قدري يا سعد. ازيك يا سعد؟ ازيك احمد عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ صحتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله كويس. انا بتصل عشان اطمن على حضرتك بس والله. انا كويس الحمد لله ربنا يخليك. بتتابع احمد يا سعد؟ انا والله بس مش كتير عشان ظروف الشغل والله. ربنا يعينك. تمام. ايه رأيك في الناس بتوع السوشيال ميديا اللي بيقدموا لنا حاجات مفيدة كده؟ يعني بيقدموا يعني يتكلم عن موضوع ويجيب النصايح مثلا او نقد كويس نضيف يعني. يا احمد ايه الصحراء اللي انت فيها دي؟ سعد يا سعد خلاص يا سعد. طيب ممكن تكتب لنا كومنت واحنا نقراه وتوصل رسالتك. ميرسي يا سعد ليك. شكرا لك يا سعد. معانا مسج. طيب اقريها يا امنيه. مسج من فانز ليك اسمها هبه الطويل. رساله لاحمد. بجد انا بعشق كل الفيديوز بتاعتك، وانا رايحه الجامعه لقيت كل اللي انت كنت بتقوله. ربنا يوفقك ويسعدك يا رب ويصبر حبيبتك على معجبيك. استمر. شكرا. صح. هكلمنا شويه عن حبيبتك ومعجبينك. في مشاكل؟ لا هو ما فيش غير مشاكل. تمام. بسبب الموضوع ده. بس
بدل هي وافقت من الاول وانا قلت لها كده انه يبقى في بيج، كنت توقعت اي حاجه بالظبط كده. هي واحده واحده بدات تتعود على كده وربنا يصبرها بقى. انت يمكن ممكن يكون اغلب الفانز بيتابعوك بنات عشان خاطر عينيك ملونه بقى وكده. ما بسالهمش السبب ايه. لا بس هما بيبان من الكومنتس. بيبان من الكومنتس مثلا. يسالوهم هما. محدش مثلا بيبعت لك مسج مثلا او بيقول لك انا تابعتك عشان انت لا مش كده والله مش كده. طيب عمر ممدوح يعني مش خضر. بس عمر بس كيوت. كيوت جدا. بس ما شاء الله عليه يعني. ربنا يحفظه. تمام. في ناس اتشهرت على السوشيال ميديا بسبب انتقادها لناس تانيين. تمام. لا انا الناس دي ما بشغلش دماغي بيهم، ومره واحده شغلت دماغي بيهم وما اعرفش هم شافوا الحاجه دي ولا لا. بس انك تبني شهرتك على حد تاني فانت اصلا يعني تلاقي واحد عمل بيج مخصوصه كده ان هو يقعد ينتقد ده وينتقد ده وينتقد ده ويقول لك ده بص قال كذا، يعني يستناه لما ينزل فيديو عشان ينتقد. لا انا ما انتقد ظاهره عامه حتى لو كذا بني ادم بيعمل الموضوع ده. بس انت كده ما فتنيش بحاجه. يعني انت لا انا بتكلم عن الشخص اللي بيعمل كده ما فادنيش بحاجه. فاهم قصدي؟ بالظبط كده. انت ما فدتنيش بحاجه غير انك اتريقت على الحد ده والحد ده اكيد مش هيرد عليك وانت عشان بنيت نجاحك عليه يعني. طيب يعني انت محدش انتقدك قبل كده في فيديو ولا انت عملت كده عشان الموضوع ده بيضايقك؟ لا بالعكس انا كان نفسي الحد اللي انا انتقدته ده ينتقدني في فيديو ويتريق عليا جدا والله. كان نفسي جدا بس ما حصلش نصيب. عشان يديك فرصه ترد. غير يديني فرصه ارد عادي عشان عايزه اتشهر اكتر. تمام. طيب جايه لنا مسج من انا رنا بتقول احمد ده شخصيه محترمه جدا، انا بحترمه، انا بقتنع بكلامه قوي. ميرسي يا رنا. شكرا يا رنا. تمام. بمناسبه الفانز والناس اللي بيتكلموا كده، بتتابع رد فعل الناس؟ جدا. بس المشكله انه في ناس كتير قوي بتفتكر انا بنفض لها او الكلام ده كله. بس برضو انا الوحيد اللي في البيج يا جماعه، ومش مش عامل ادمن معايا عشان خاطر البيج باسمي، وانا مش ضامن الادمن اللي معايا ده ممكن يتقلب في يوم من الايام واتسوح. بس فيا جماعه اللي برد مش عليه مش لازم تخليه ادمن، ممكن تخليه اديتور. ما مش عايز ادخل حد في حاجه. انت عايز تبقى مسؤول عن كل حد بالظبط كده. صح كده. عشان لما اجي اجاوب على حد تبقى انت اللي بتجاوب. طيب كده. في واحده اسمها نور بعتها لك بتقول لك انا رحت نور الورداجي. انا رحت جامعه حلوان 3 مرات وكنت هناك امبارح. ازاي ما شفتكش يا احمد؟ ما الجامعه كبيره، ده اكبر من دريم بارك. بالظبط. صحراء صح. تمام. طب تمام يلا نكمل اسئله. هقول لك اسامي ناس مشاهير على السوشيال ميديا وانت تقول لي رايك فيهم. تمام. هاني مصطفى. انا ما اعرفش هو ليه على طول حران. لا والله بجد انا مش متابعه قوي. شفت له كذا فيديو. مفيش اي حاجه. طب استنى نكمل كلامنا عن هاني بس معانا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك محمد رضا جبال. اهلا ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. معاك النجم احمد بتاعنا ايه؟ معاك هو معاك. ازيك؟ ازيك سعاده الباشا؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ اهو تمام يا حبيبي والله الحمد لله. انت اخبارك؟ ماشي الحال الحمد لله. محمد كمل يا محمد. منورنا والله واحنا متابعينك ومن تقدم ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا. تسلم يا محمد. تحب تقول ايه لمحمد وبيوجه رساله للناس اللي بتقدم حاجات على السوشيال ميديا على الفيسبوك بيقدم نصايح للنس، تحب تقول له ايه؟ احب اقول له طبعا الواحد مش محضر حاجه بس يعني احنا متابعينك وربنا يزيدك وان شاء الله من تقدم كده باذن الله. ربنا يخليك. ماشي. ميرسي ليك يا محمد. شكرا ليك يا محمد. ماشي. يلا باي باي. ماشي يا فندم. شكرا مع السلامه. تمام. نكمل كلامنا عن هاني مصطفى. تمام. انت متضايق ان هو على طول حران؟ هو حران وما اعرفش. حران ودايما عصبي وغير عصبي ما اعرفش. لا يعني اللي مبهدلها معاه. وطريقته كده على طول عامل ايده كده. هو الحركه بالظبط. الحركه دي ما حدش شايفها. ما هو يعني عموما انتوا شايفيني بس. لا يعني انا مش متابعه قوي وما اقتنعش باي حاجه لان هو ما بيقولش حاجه مفيده. تمام. معانا برضو اتصال تاني. الو ايوه مين معانا؟ محمد طارق. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ متابع احمد؟ طبعا احمد اخويا كده. حبيبي ازيك؟ ايه رايك ايه رايك في اللي بيقدمه احمد؟ لا الصراحه احمد عقليه نظيفه يعني مش لسه على عينه ما تسخيتش زي الكبار. ربنا يخليك. طب هو احمد معاك لو عايز تقول له حاجه. ازيك؟ تمام الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله كويس. انا والله بس اقول لك شكرا والله. ربنا يخليك. شكرا ليك انت.
لا يا عم، مش شكرا حاجه، انت خلاص كبير مش الكلام ده. بس انا عايز اقول لك والله ان انا دلوقتي الحمد لله، انا كلمتك الاول في موضوع الاسره اللي انا كنت عايز اعملها. دلوقتي انا عملت الاسره بلاقي ناس كتير جدا. تمام قوي، تمام، ربنا معاك، كمل بقى. امين يا رب. انت خدت بنصيحه احمد قبل كده؟ نعم بقول لك وانت كمان كمل، يعني انما هتلاقي ناس معارضات كتير، بس برضه تكمل. اكيد ان شاء الله اكمل بيكم باذن الله. محمد، هو انت خدت بنصيحه احمد قبل كده؟ كتير. كتير. طب تمام. عندك حاجه تانية تقولها لاحمد؟ ايه؟ عندك حاجه تانية تقولها لاحمد؟ لا والله انا كلها عايز اقول له ربنا يبارك له ويكمل برضه في اللي هو فيه ده، وما ياخدش الكلام حد، لان طبعا هيلاقي انتقادات كتير جدا. تمام حبيبي يا محمد. تمام، شكرا ليك يا محمد. ماشي. باي باي. معانا مسج جايلك من مروان الهواري، بيقول لك انا بحب كلامك جدا يا احمد وبقتنع قوي بيه، وكلامك يقنع اي حد. حبيبي شكرا. تمام. طيب نكمل كلامنا بقى، بس نطلع فاصل، ومستنيين اتصالاتكم على 011 1760 1760 والفان بيج بتاعتنا راديو MTI. راديو MTI. بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نقعد على الهوا يا زميلي؟ تاكل كتير وتفيش. ايه ده، انت تعرف ان برج الاسد ده مودي جدا؟ بقول لك ايه، سمعت عن الواد حسن؟ بقول لك ايه، شفت البت منى النازله دي بقول عامله لك ايه يا ايه عمر، النهارده؟ دخلت امبارح حوار جامد جامد. سمعتهم النهارده في يا عم. احلى مسا على الناس الكويسه اللي يسمعونا. كل الناس تجهز من 8 ل 10 كل يوم اثنين وثلاث وخميس، ويسمعونا في برنامج احلى مسا على راديو MTI. راديو MTI اذاعه تتحدى الدنيا. انتوا لسه بتسمعوا برنامج الفيمس مع رفيدة البسيوني وأمنية مجدي على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه معانا احمد أدري، ولسه بنتكلم معاه عن الفيسبوك. بس قبل ما نبدا كلام هناخد اتصال. الو 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 الو. ايوه، مين معانا؟ مين معانا؟ انا دعاء. ازيك يا دعاء؟ احمد معاكي اهو لو عايزه تكلمي. اي احمد. دعاء مين؟ الو. دعاء مين؟ بيقول لك دعاء مين؟ بيقول لك دعاء مين؟ دعاء مين؟ من اولها كده انكر معرفته بيك يا دعاء. طب انا مش عارف. ربنا معاكي قلبي بجد ويوفقك. انا مبسوطه قوي وفخوره بيك جدا جدا جدا، ويا رب تبقى اكبر حاجه في الدنيا. ربنا يخليك يا رب. بتشجعيه يا دعاء على الفيديو اللي هو بيعمله، الحاجات اللي بيعملها؟ انا مش سامعه اي حاجه. بتشجعي احمد؟ جدا طبعا. كنت الاول مش بشجعه خالص على فكره، وكنت ضده كتير، نكد بقى، وبتخانق معاه كتير جدا، بس دلوقتي بجد انا فخوره بيه جدا. بتغيري من الفانز؟ من البنات بتغيري من البنات يا دعاء؟ ايوه بتغيري من البنات الفانز بتوع احمد؟ الاول بس كنت والله بغير جدا، بتخانق كتير جدا جدا، بس دلوقتي خدتي مناعه. انا عارفه انه بيحبني انا، بس مهما جاله حد أكتر. لا 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 خدتي مناعه يعني. تمام ماشي. احمد بص، في ناس عايزه تقول لك حاجه. ماشي دلوقتي. اوكي يلا. خلاص اقفلي بسرعه. دول المعجبات مع دعاء كمان يعني ما شاء الله. لا دول صحابي كلهم عشان في الجامعه بس. تمام. ميرسي ليك يا دعاء. نكمل بقى كلامنا. كنا بنتكلم عن الناس اللي معاك في المجال بتاع السوشيال ميديا، وقلت لنا رايك عن هاني مصطفى. طب شادي سرور؟ يا شادي سرور برنس بجد والله بصراحه، يعني بني ادم شغال على نفسه قوي قوي،
وبيقدم الحاجه اللي بيقدمها، ما بيرغيش ولا بيرد كتير ولا بيهري كتير ولا بيدخل نفسه في مشاكل. بني ادم يحترم جدا، انا بحبه يعني جدا. انت بيعجبك شغل شادي؟ طيب جداً. في الفتره الاخيره كانت نزلت له صور كده على انستجرام مع بنات وكده، والكلام ده ضايق الفانز بتوعه، انت ايه رايك؟ حريه شخصيه. يعني انت ضد ان الفانز يتدخلوا في حياه الشخص؟ انتوا مع ان هو بيعمل حاجه حلوه وتسقفوا له، بتنتقدوه لو عمل حاجه وحشه في اللي بيقدمه، يعني شغله بس كده. لكن حياته الشخصيه دي براحته. شروق عبد العزيز. شروق عبد العزيز، انا قبل كده اتكلمت، مش دافعت عنها، دافعت عموما عنها ان هي حد يتريق عليها. بالظبط، هي حره في اللي هي بتقوله، في ستايل لبسها والكلام ده كله، بس هي مدخله ستايل لبسها وحتى الشخصيه في الفيديوهات. يعني ان هي مثلا غيرت قصه شعرها فدخلت تقول انا حره، انا شروق عبد العزيز، انا عملت كده. انت شايف ان هي مش لاقيه محتوى تتكلم فيه فتتكلم في اللي هي بتعمله؟ بالظبط. يعني انا ممكن اكون برضو يعني زي ما تقولوا خايف يجي عليا فتره ما الاقيش حاجه اقولها. تمام. معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه. الو. ايوه، مين معانا؟ آية. ازيك يا آية؟ احمد معاكي. ازيك يا آية؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. بحيي حضرتك جدا على الفيديو اللي بتعملها، وبجد جميله قوي. ربنا يخليك. انا من الفان بتوعك على الفيسبوك وانستجرام. تمام. استمر. تمام، شرف ليا. بجد مواضيعك جميله قوي. ربنا يخليك، شكرا. العفو. مش عايزه تقولي حاجه تانية يا آية؟ لا، انا بحيي احمد بس، ومواضيعه جميله جدا، وبالفيديو بتاعته والمواضيع اللي بيتكلم فيها. ايه اكتر فيديو بيعجبك لاحمد؟ نعم؟ اكتر فيديو بيعجبك لاحمد او عجبك لاحمد؟ فيديو التحرش والجامعه. يعني انا اول سنه جامعه السنه دي، ولما نزلت بجد شفت كل حاجه يعني. الفيديو بتاعته كلها جميله، يعني مش حاجه معينه. لا بجد يعني هو كمل وربنا يوفقك. شكرا يا آية. ميرسي ليك يا آية. العفو. تمام. احنا اتكلمنا عن هاني مصطفى وشادي سرور وشروق. مي ابراهيم محترمه جدا جدا، وطريقه كلامها بتعجبني جدا، بس بتفصل كده. يعني هي بتتكلم في حاجه مثلا فاصله كده وتنط في جمله تانية. بس لا، هي تلقائيه جدا. بس يعني انا بحترمها جدا بصراحه، وفيديوهاتها جميله جدا، بالذات فيديو كيكه السماوي مغيم. وده كان. تمام. احمد حسام. تمام، ثواني بس قبل ما نتكلم على احمد حسام، معانا اتصال. الو. ايوه. ممكن اكلم احمد؟ ايوه اكيد. مين معانا طيب؟ انا سيد، مع احمد في الكليه. ازيك يا سيد حبيبي؟ يا سيد عامل له باي باي. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. احمد، انا بس كنت عايز اقول لك على حاجه. يعني في ناس كتير قالت انا عايزك ترد عليهم. يعني في ناس كتير كانت بتشوفك بتقول ان انت فيك شويه غرور او سنج. هو اي ثواني، هو اي حد عينيه خضراء عند المصريين يبقى تنك. هو تقريبا كده. بس فلا انا مش تنك والله، وانتوا اكتر ناس عارفه الحاجات دي. انت اكيد صاحبه، انت شايف انه تنك يا سيد؟ لا خالص. يعني انا عشان انا عاشرته عارف ان هو مش تنك، بس فانت عايزه يدافع عن نفسه يعني في الحته دي. تمام. لا مش تنك. احمد معاكم في الجامعه عامل ازاي؟ احكي لنا عن احمد شويه بقى. فنان بقى ووسعوا للفنان وكده. نعم، نجم وفنان بقى وكده، وبيوسعوا للفنان وعنده خالص. هو عشري جدا يعني، يعني موضوع النجوميه او الموضوع اللي بيعمله او اللي هو انشهر على السوشيال ميديا ما بيأثرش عليه خالص. يعني هي طبيعته هي قبل ما يكون كده، وما زالت ما اتغيرش. حبيبي يا سيد حبيبي. ماشي يا سيد. احمد شاطر في الجامعه ولا لا يا سيد؟ لا يا سيد. اعترف لنا يا سيد، شاطر في الجامعه ولا لا؟ شاطر؟ لا يا سيد لا. يعني ايه شاطر؟ يعني بس كده انت جاوبت. انت كده هو في حد شاطر في الجامعه اصلا؟ يعني ايه جامعه؟ انا مين؟ لا هو كويس يعني، زي اي طالب، زينا كلنا يعني. تمام يا سيد. حبيبي يا سيد. تحب تقول له حاجه اخيره تشجعه بيها او تنتقده؟ يعني احب اقول له بس انت خليك مؤمن باللي انت بتعمله وركز فيه، ما تقلدش حد. تنتقد نفسك كل شويه، تشوف ايه الاخطاء اللي بتعملها وتحاول تعدلها. تمام. وربنا يوفقك. ماشي يا سيد. ميرسي ليك يا سيد. شكرا ليك.
نكمل كلامنا عن الناس. بس قبل ما نكمل كلامنا تعالي نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني مع احمد قدري. مستنيين اتصالكم على 011 1760 1760 والكومنتس بتاعتكم على الفان بيج راديو MTI. أيها المستمعين، دلوقتي مباراة تاريخية هيتوقف عليها مستقبل الكرة البشرية. لو انت قاعد في مدرجات الدرجة الأولى هيبقى فريق البنات على يمينك، ولو انت قاعد درجة تانية هيكون على شمالك، ولو انت قاعد درجة تالتة هيبقى في النص. لو انت قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة، لأن المباراة مش مذاعة غير على راديو MTI في برنامج هاشتاج رياضة. لو بتحبوا الرياضة وعايزين تعرفوا كل أخبارها اسمعونا كل سبت واثنين وخميس مع محمد عاشور وسندس سليمان ومحمد جابر وبرنامج هاشتاج رياضة على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. اسمعونا على ويب سايت www.mtiuniversity.net أو اعملوا داونلود لأبليكيشن راديو MTI من على أندرويد جوجل ماركت أو من على الآيفون آب ستور، وتابعونا وشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/radiomti أو على ساوند كلاود راديو MTI ويوتيوب شانل راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. راديو MTI. انتوا لسه بتسمعوا برنامج الفيمس مع رفيدة البسيوني وأمنية مجدي على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. لسه معاكم في برنامج الفيمس ومعاكم رفيدة البسيوني وأمنية مجدي ولسه معانا أحمد قدري. وكنا قاعدين نتكلم معاه دلوقتي عن الناس اللي معاه في المجال وايه رأيه فيهم والناس اللي بتعمل جدل والكلام ده. واتكلمنا عن هاني مصطفى وشادي سرور شروق عبد العزيز مي ابراهيم واحمد حسام عمر ممدوح. هو انا اسف يا عمر والله انا كنت انا ما اعرفكش كسوشيال ميديا. انا كنت اعرفك معرفه شخصيه ومش هقول لا مش هقول ايه. لا انا شفت فيديو واحد ليك بس كان مش عارف ورشه حاجه زي كده ورشه حاجه كده بس. والله انت بتقدم حاجه حلوه وبتضحك الناس دي اهم حاجه. بس يعني انا مش قوي مع حضرتك. مش من الفانز بتوع عمر. بالظبط بس يحترم اكيد يعني. تمام. آية مصطفى. آية مصطفى ال4 مليون يعني انا اعرف عنها ال4 مليون ما شاء الله. غير كده انا الفيديو الوحيد اللي شفته ليها يمكن كان في بدايتها خالص بتاع انك تاكلي قصب عشان تبين انت بتعيطي بتاعت الرنجه بس. لا مش برضو مش قوي برضو. ربنا معاها. طب انت شايف ان ال4 مليون دول مش رقم كبير على يعني كبير ولا قليل على بالنسبه لشغلها؟ عشان بدايه لا يمكن عشان هي او يعتبر اول بنت عملت حاجه زي كده صح؟ بالظبط. بس هو ده اللي ساعدها. لكن لو دلوقتي وهي ممكن تكون بتعمل اعلان للبيج بتاعتها ممكن. اكيد طبعا اكيد الكاشات بتعمل اي حاجه. الفنان الكبير العظيم الخليل كوميدي اللي كان ضيف معانا هو الخليل والله انا مش عارف اقول له ايه بصراحه. يعني انت ما تقولوش حاجه. والله تقول له انت نجحت ولو كنت سمعت الحلقه دي ما تقوليش تنتريران بعد اسمي عشان ما تجننش. بس لا والله هو نجح يعني هو بني ادم ناجح بس كده. مش هقدر اتكلم عنه اكتر من كده عشان ما اغلطش. تمام. يعني انت شفت الحلقه مش شفت الصور؟ شفت الحلقه بصراحه. تمام. مين تاني عايز تتكلم عنهم من مشاهير السوشيال ميديا عايز تدي رأيك فيهم او شايف ان هم بيقدموا حاجة او مش بيقدموا حاجة او قدوة ليك او نقد؟ لا انا مش واخد حد قدوة ليا. انا في التمثيل كنت واخد. طب تعرف كريم اسماعيل؟ لا. عبد الرحمن ايهاب. عبد الرحمن ايهاب انا افتكرته لما انتوا كلمتوني عنه بس مش شفتوش حاجة قبل كده. انا افتكرت شعره بس. طيب دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ ان الفكره بتاعتك ان حوار الفيديوز وكده. انت عندك تشانل على اليوتيوب؟ لسه مبتدئه كده عملتها مش اكتف قوي زي الفيسبوك؟ لا تمام. عشان مش كتير قوي عامل اكونت ولا انستجرام؟
انا كنت عامل اكونت وبعد كده قفلته وعملت اكونت تاني. ده ايه مشكلتك يا ابني في القفل البيج بابا ما اصل انت عارفه لسه 3 شهور يعني 3 شهور لسه بيجي سكه احباط كده وبعد كده لا ما تهبطش. بس ما اعرفش هو دلوقتي 700 حاجه و40 طب حلو كنت عاملها من اسبوعين. حلو جدا. تمام. في عروض اتقدمت لك؟ لا خالص. حد بيساعدك في الكتابه في الشغل في التصوير؟ لا هو الموبايل بتاعي ربنا يخليهولي وصوتي بس. تمام. والافكار ممكن مثلا مش ما تروحش مثلا تسال طنط مامتك تقول لها انا عايز مثلا؟ لا والله ربنا اصحابك مثلا. لا ربنا يخليه جوجل ربنا يخليه لنا كلنا بصراحه. تمام. طيب حاولت يا احمد تطور من فكرتك؟ لا ومفيش افكار مفيش خطط مستقبليه؟ مفيش موضوع خطط لا اكيد يعني اي حد عنده طموح عالي قوي بس يعني كل حاجه محتاجه صبر وفلوس. تمام. يعني انت عايز تمويل عشان لو حد وانا اكيد مش هطلع اشحت يعني بس لا لو حد مقدر حاجه انا بعملها مثلا وكده ويتمنى يعمل معايا حاجه اكيد عايز يشجعك يعني. طب انت شايف شادي سرور دلوقتي وبرده مفيش عروض جات له قوي اللي هو لا جاي له عروض وهو طلع قال لك انه جالي عروض بس بعد ما اشتهر وعدى المليون ما كانش قوي. لا ما كانش قوي. شادي سرور كان لسه في بدايته وطلع ما اعرفش مش فاكر مع مين بالظبط. مدحت العدل تمام. حاجه زي كده وجاله عروض وهو ما وافقش قال انا هشتغل على نفسي. تمام. ايه اللي بيخليك تعرف ان انت كويس يعني اللي انت بتقدمه ده كويس؟ يعني ما بقيمش نفسي بصراحه. مش انت يعني ممكن مش بتدخل مثلا يعني مي ابراهيم معلش براحتك. مي قالت انا لما بشوف عدد اللايكس اكتر من الكومنتس بعرف ان انا كده ماشيه صح. لو العكس انا كده ماشيه غلط. عدد اللايكس اكتر من الكومنت. طب اقول لك على حاجه حلوه. الشعب المصري عنده اللايك في اي حاجه. حاجه عجباه مش عجباه بالظبط. حاجه عجباه مش عجباه ايه ده. انا اتفرجت على الفيديو ده لونها مش ازرق لسه استنى خليها كلمه انا ضيعت دقيقتين من حياتي دي موضه. لو فيديو ما عجبهمش انا ضيعت دقيقتين من حياتي ودوس لايك. تمام. فلا ده مش مقياس عند المصريين ابدا. يعني مثلا مش بعد اي فيديو بتنزله تخش تشوف الكومنتس. هو عنده حق في الحكايه دي. اقول لك عشان الخليل تخش تلاقي صفحته فيها 70 80 لايك بس انت منين انت دايس لايك في نفس الوقت شاتم اصل لايك يعني اعجاب. فانا بتمنى الفيسبوك زي ما هم دي حاله تقلب يعني اللي هو انا حاببها ومش حاببها. لا هي غلطه من الفيسبوك انها مش عامله اللي هو الديسلايك وهم هيعملوه ان شاء الله. طبعا هتشوفوا كم واحد يعمل ديسلايك اكتر من لايك هتشوف. طيب كنت بقول كنا بنتكلم لسه عن مشاهير السوشيال ميديا وكده. عايزه ارجع لهم تاني. عارف هيا ابراهيم؟ دي نسخه مصغره من هاني مصطفى. لا ليه ايه اللي بيخليك مش ان هي بتتكلم مثلا في حاجه او الكلام ده كله بس طريقه كلامها هي بتغلط كتير. لا غير الغلط. طب الست مش حرانه ومش بتقلع النضاره؟ لا ما ينفعش تبقى حرانه. لا هي ما ينفعش تبقى حرانه. لا بس لا ما اعرفش يعني هي بحس ان هي دايما متعصبه وفي دايما في بونبونايه في بقها. بحس ان في حاجه بتجري في بقها. طب كفايه عشان هي احنا كلمناها ووافقت تجي لنا. تمام ترد عليا بس انا مش قصدي والله كل احترامي ليها بالعكس انا كل احترامي ليها يعني. تمام. في ناس اتشهرت من ورا هيا من انتقادها من يعني في واحد بدون ذكر اسماء عامل بيج مخصوص عشان ينتقد فيه هيا. طب ما هو ده طبيعي. وبعد كل فيديو بتنزله بيطلع هو كل اللي بيعمله في حياته ان هو ينتقدها بس على فكره انا يعني انت قلتي لي هيا ابراهيم ممكن في ناس ما تعرفهاش. انت قلت لي ناس مشهوره. انت قلت لي ناس مشهوره دلوقتي انا قلت لك ما اعرفهاش مع ان انت قلت لي ازاي ما تعرفهاش. هيا ابراهيم ممكن ناس تقول لك لا انا ما اعرفهاش انا اعرفها وبتفرج على فيديوهاتها وشفت لما اتكلمت عن موضوع الفيكتوريا او الارض اللي فيها زباله او الكلام ده كله واتكلمت صوت الجوامع العالي. صوت الجوامع ده كان موضوع خد ناس كتير قوي. لا انا متابع فيديوهاتها بالعكس والله وده رايي فيها يعني انا ما تزعلش بس. تمام. بس المحتوى نفسه انت ايه رايك فيه؟ يعني المحتوى ككلام بتنتقد يعني هي مثلا اتكلمت في فيديو عن الجوامع والصوت العالي وصوت ومع ذلك غلطت يعني. لا هي المفروض ما كانتش تغلط في حاجه زي دي لان هي حاجه مالهاش فيها اصلا. بس موضوع انه الاذان فعلا في ناس بتاخر في الاذان يعني في ناس بتاخر في الاذان وصوتها يعني بعد ما خلص اذان تلاقي اذان تاني اذن. ليه ما يبقاش كله مره واحده؟ ليه ما يبقاش مسجد واحد يأذن؟ انا مش هفتي دينيا هي ممكن يكون عندها حق شويه في الموضوع ده بس من غير غلط اكيد. في حاجات معينه بتحاول تتجنبها في موضوعاتك وانت بتتكلم مثلا عن حاجه معينه بتقول لا انا هبعد عن الموضوع ده عشان ما اقابلش انتقادات كتير او اقابل ناس تعارضني كتير او اخسر فانز؟
لا انا دايما اللي بجتنبه اللي انا مثلا ما اكون غلطان فيه ما اطلعش اغلط حد وانا غلطان اصلا في الغلط ده. يعني دايما انا يعني قدوه 3/4. لا انا مش قدوه لحد، انا مقل ان انا انصح حد، بس انا بتكلم واللي عايز يسمع الكلام مني يسمعه واللي مش عايز. طب ليه مش بتقول انك قدوه لحد وفي ناس بتقول لك انها بتعمل بكلامك وبتعمل بنصايحك؟ ما علشان انا بني ادم وممكن اغلط وياخدوني قدوه في حته زي دي وبعد كده يتسوحوا ويدوا عليا واطلع انا غلطان. فلا مش قدوه، انا كلامي عجبكم خدوه في حياتكم بس مش انا اللي عملت كده. تمام نكمل كلامنا، بس تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني مع احمد أدري. مستنيين اتصالكم على 011 1760 1760 والكومنتس على الفان بيج facebook.com/radiomti. دور دور عليه فنان جواك تلاقيه عالفطرة وعايش فيه. دور 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 عليه دور دور عليه فنان جواك تلاقيه عالفطرة وعايش فيه. دور 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 عليه بيحب يكون موجود بيغني بعلو الصوت لو يوم تنسى بيعود فنان جواك تلاقيه. دور دور عليه فنان جواك تلاقيه. راديو MTI راديو MTI. انا اقول لك وانت تقول لي وهو يقول وهي تقول، وطول ما في مشاكل هنفضل كده على طول. بس كلامهم غير اي كلام، في الشفا ويتاقل بالذهب. والله زي ما بقول لك كده، زي ما بقول لك مع مروة الحسيني وكريم عزمي كل يوم حد واربع من 8 ل 10 بالليل على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. عشان بنحب نعرف آرائكم دايما ونتواصل معاكم أكتر، عملنا لكم أبليكيشن MTI توك. اعملوا داونلود للأبليكيشن دلوقتي من على أندرويد جوجل ماركت، أو ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك وهتلاقوا الداونلود لينك. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. مزيكا بتفرحنا وساعات بتنسينا، مزيكا بتغيرنا نسمعها بشكل تاني. راديو MTI سمعني أحلى أغاني. راديو MTI راديو بشكل تاني. راديو MTI. انتوا لسه بتسمعوا برنامج الفيمس مع رفيدة البسيوني وأمنية مجدي على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معاكم رفيدة البسيوني وأمنية مجدي في برنامج الفيمس. مستنيين اتصالاتكم على 011 1760 1760 الكومنتس على الفان بيج راديو MTI. هو ده اللي فرحة فيه. كل شوية تقاطعني. خلاص. ولسه معنا أحمد أدري ولسه بنتكلم بقى عن الفيسبوك ومشاهير السوشيال ميديا. بتتواصل مع حد منهم؟ لا خالص. ولا حتى كلام، ولا حد مثلا دخل قال لك حد شغلك كلمك كويس او انت دخلت او يقول لك تعالى نشتغل سوا او تعمل فيديوهات مع لا خالص. او انت تحاول انت عارف اللي هو بيخشوا يعني انا كنت اعرف واحد تمام كان يخش يعمل كومنت عند واحد مشهور تمام عشان يجيله لايكس على الكومنت بتاعه، فالناس تخش لما تلاقي مثلا الكومنت عامل 1200 لايك تمام يخش يعملوا فولو. لا ما بيعمل مصلحه. ما فكرتش في حاجه زي دي، هي حلوه تشغيل دماغ بس لا مش هعملها ما اظنش يعني. تمام يعني انت بتحاول تبني بنفسك عشان بعد كده لما يجي حد ما يقوليش انت فاكر ما يعمل لك سكرين شوتس بقى والحاجات دي ويقعد يقول سيديهاتك اقسم بالله اجيبك بالبوس سيديهاتك معايا بالظبط. جربت تعمل فيديو ده بسماش؟ لا عم حماده عنده لا انا عملت اول ما نزل خالص عملت عن حبيبي ايه ده سيسي وكان هي بتاعت نور عينينا
بس انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا. كانت التانية بتاعت علي ربيع، كان في مسرحية تياترو مصر. بس نزلوا على البيج بتاع نزلوا لا ما نزلوش نزلوا عندنا. لا على الاكونت. كان في الشتاء وكنت لابس بتاع معفن كده لونه اخضر. الحمد لله ما نزلتش. امسح الفيديو بسرعه. ايه مسحته الفيديو ده منين؟ من عندي على من الاكونت. مش فاكر. طب خش دور بقى. لا مسحته. ايه الحاجات اللي نزلت لك على الدب سماش؟ نزل لي الموضوع بتاع اول حاجه خالص بتاع اسكندريه. ونزل لي موضوع تحرش. بعد كده اتشتمت بسببه. بعد كده نزلت فيديو تاني ان انا برد على الناس دي. بس بتخش تشوف الكومنتس اللي على دب سماش؟ انا كنت عامل النوتيفيكيشنز تبقى تيرن اون عشان اشوف. عشان يجي لي نوتيفيكيشن اشوف. وبرضه شتايم وحركات. اغلبيتها يعني اغلبيتهم ولاد. تفتكر اللي بيغيروا منك مثلا؟ لا هو ليه بيخشوا مش موضوع غيره. ما ينفعش ولد يبقى منافسن، عيب عليه يعني. بالظبط. لا في ماشي، ما بقول لك يبقى عيب عليه. بس لا ما انا مركزتش معاهم والله، بس ضايقوني يعني. انا راجل زيكم المفروض تقفوا جنبي. فعيب قوي لما يعني ايه ولد دخل قبل كده شتمني، لسه هقول لقيت 3 بنات ردوا عليه. يا جامد. فاللي هو لا مش يا جامد. يا مسيطر. لسه هقول فاللي هو انت ليه بقى يعني؟ طب ما اشتمني في مسج مثلا وانا ارد عليه. بتتصور كتير؟ بتصور كتير. صور عاديه؟ بس سيلفي اكتر. طب ليه مش بتضحك في الصور؟ ليه مش بتضحك في الصور؟ اسناني وحشه. ليه والله عاديه جدا. لا ضحكتي مش حلوه. ليه؟ لا دايما مبرق عشان نشوف لون عينك. لا والله. لا والله. لا والله. لا تكون هو بتصور من فوق مثلا. فالإضاءة بقى عشان انا رفيع، ما بحبش ابين انا رفيع برضو. والله نهاف. هاتوني هاف عشان ما بانش اني تخين. اصل خلي الكوميدي هو اللي كان بيقول كده. هو لما جينا نصور لا ما اقولكش احنا فضلنا اسبوع هنا. هاتوني هاف عشان ما بانش ان انا تخين. تمام. تعالوا نطلع فاصل تاني ونرجع نكمل كلامنا مع احمد قدري. مستنيين اتصالكم على 011 1760 1760 واخر لينك معانا اللينك الجاي. يلا كلموا احمد وابعتوا لنا كومنتس على راديو MTI. ركز في كل حاجة أو في أي مشكلة تقابلك، شوفها من أكتر من زاوية هتحلها، ولو ما حلتهاش كفاية إنك تفهمها كويس. افهم الحياة أكتر مع دكتورة جيلان شرف وبرنامج دكتور جيكو على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. أنا أقول لك وإنت تقول لي وهو يقول وهي تقول، وطول ما في مشاكل هنفضل كده على طول. بس كلامهم غير أي كلام، في الشفا ويتاقل بالذهب. والله زي ما بقولك كده، زي ما بقولك مع مروة الحسيني وكريم عزمي كل يوم حد واربع من 8 ل 10 بالليل على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. مشاعرنا الرقيقة دي هي فرحتنا، من أصغر حاجات بنلاقي متعتنا، بنعيشها بكل ما فيها، بنحب الحياة مع MTI. بتحلى لمتنا معاها أكيد، بنغني براحتنا عايشينها أجمل حياة. راديو MTI. انتوا لسه بتسمعوا برنامج الفيمس مع رفيدة البسيوني وأمنية مجدي على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه معانا احمد قدري. سرحنا شويه مع احمد قدري. سرحنا معاه في الكلام. ولسه بنتكلم بقى عن الفيسبوك، وزي ما قلنا ده اخر لينك لينا، فاللي عايز يتكلم معانا اهو. معانا اتصال. الو. ايوه مين معانا؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا؟ انا سهيله. ازيك يا سهيله؟ احمد معاكي.
احمد ازيك ازيك يا سهيل عامله ايه؟ احمد مرتبط احمد مرتبط اديني بقول اهو. اهدوا بقى. انا بجد بحب فيديوهات جدا. ازيك؟ تمام الحمد لله، انت عامل ايه؟ والله يا احمد مرتبط قول لها بحبك في المايك يا سهيل. زي لحظه عمر. ايه يا سهيله؟ عايز تقولي ايه احمد لاحمد؟ نعم عايز تقولي ايه لاحمد؟ طيب تشجعيه تقولي له انا رايك. كنت خايفه صراحه اقول له بحبك حبيبتي تغني. لا انت بعد اللي عملتيه ده مش بحب، ما فيهاش حاجه تقولي له بحبك يعني عادي. قولي ايه ده؟ لا ثواني بس، انا بدي اقول شيء ان انا خطيبها بحبه برضه والله، مش خطيبها. يعني انت خطيبها تمام. ازيك؟ بنحبه والله. احمد عيد ميزو. انتوا بتكلمونا منين؟ احنا بنكلمكم من مصر بس احنا عايشين في قطر. لغتك غريبة. تمام. احمد كمان بيحبوك او كلمهم يا احمد بقى، يعني خطيبها. اسمك ايه طيب؟ اسمك ايه؟ احنا مستنينه وقلنا اليوم ممكن يجي جامعة حلوان، فكنا بدنا نشوفه والله. ظبط معاهم ايفنت وروح لهم هناك تجمعوا كلهم. يعني نزل في البيج بتاعتك انك هتجمع الفانس في مره في جامعة حلوان. تمام، ممكن والله اعمل حاجه زي دي، واكيد انت اول حد هقول لك، وابقى ابعت لي مسج بس على البيج وانا هرد عليك. خلاص يا حبيبي ان شاء الله بدنا نشوفك كده وننجح ان شاء الله. وانا اتشرفت والله ان انت كلمتني انت وخطيبتك، ربنا يخليها لك. ان شاء الله يا حبيبي. حبيبي ماشي يا معلم. شكرا لك يا سهيله وخطيبك. طيب معانا اتصال تاني. طيب الو. ايوه مين معانا؟ الو. ايوه مين معانا؟ ايوه انا مريهان. ازيك يا مريهان؟ اهلا يا مريهان. ايوه عامله ايه؟ بقالها يومين اتنين عايزه اتكلم احمد ادري، كل شويه تكلمني على الفيسبوك هكلم احمد. احمد معاك يا مريهان. احمد بس على فكره احمد وعمر ممدوح. لا على فكره انا لوحدي، لو انا لوحدي خلاص اقفلي. والله يا ابني بقالها كام يوم. رفايده انا ما اعرفهاش اصلا، هكلم احمد لما مريهان على فكره هي اللي طلبتك يا احمد. انا عايزه اقول لك هي اللي طلبتك، بعتت لنا مسج. احمد معاك اهو، يلا عيشي. ازيك يا مريهان؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. ازيك انت؟ بص انا امبارح بس اللي انا خدت اللينك كمان من رفايده. تمام. واتفرجت على كام فيديو كده كويسين وحلوين. تمام. وصوتك جميل جدا. ربنا يخليك. شكرا. استمر ويعني ربنا معاك، ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا يا مريهان. شكرا. عايزه تقولي ايه تاني يا مريهان؟ عايزه اقول له فايده بحبك قوي حياتي. الفانز يا جماعه، الفانز بتوعي. بحبك فايده قوي وما ترخمش عليا بقى لما بكلمك على الفيس. حاضر والله يا مريهان، بس والله بيبقى غصب عني يعني. ميرسي ليك. احمد عنده كام سنه؟ انا مش تابعتش البرنامج. لسه حالا فاتحه فين؟ احمد 20 وفي ثالثه. احمد عنده 20 وفي ثالثه تجاره. ايه؟ احمد عنده 20 سنه. 20 سنة. في كلية تجارة؟ تمام. حلوين. طب بص تمام، يعني زي برضه تمام. ربنا يوفقك يا رب. استمر بقى. مرتبطة يا مريهان؟ ايه؟ عشان احمد وكده يعني. يا ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، وبحبكم قوي. وخمسة موا وخمسة. ايوه بقى يلا بقى. على الفيس وفيديوهات وتمام ان شاء الله، وهتلاقي بقى الكومنتات وكده وهتعيط. شكرا. ميرسي ليك يا مريهان. ربنا يخليك. ماشي يا حبيبتي. السلام عليكم. باي باي. كنا بمناسبة بقى الدراسة والجامعة وكده، احكي لنا ايه حكايتك مع الدراسة والمذاكرة؟ انا ما بحبش الدراسة. كانوا اهلي دايما واخدين مقلب فيا ان انا بحب الدراسة والكلام ده كله، وان انا بذاكر وان انا كده. بس انا فعلا وقت الامتحانات لما اقعد بذاكر. بس انا تقريبا ما بحبش الدراسة. بتألف. كلنا عندنا الموهبة دي في الدراسة. جدا. ممكن والله ألف حاجة ينفع تعمل فيلم، بس لا بتألف في الامتحانات. ايوه ما انا بتكلم. طب ما انا بألف في الامتحانات تتعمل فيلم. تضربنا. الله. فهمتوني غلط. بس لا انا ما بحبش الدراسة، وكان نفسي اخش اعلام مع اني ما بحبش الدراسة، ما اعرفش ازاي. بس الحمد لله دخلت تجارة، وانا ما بحبش الدراسة في مصر اصلا. يعني انت في سنة ثالثة، ما اخر سنة بقى السنة الجاية. انا طول عمري كان نفسي اسافر، نفسي اعيش بره مصر. تقريبا انا مش شايف في مصر مستقبل ليا او لا. ده اللي انت عايز تعمله بعد ما تتخرج بقى. بالظبط كده بالظبط. لو ما لقيتش فرصه في موضوع الاعلام او ان انا مثلا عايز تبقى مذيع. كان نفسي ابقى ممثل جدا، بس في مصر لا انا ما حبيتش ان انا ارقص جنب صافيناز
ولا اقول بونبونايه ملبسايه ليه؟ كده. لا هو لا. طيب ماشي يا عم. بس طبعا انا زلزال انا نفسي يبقى الفن كله يبقى زي ما بيمثل يوسف الشريف، بعشقه جدا. والمذيعين اللي بالنسبه لي عندي هو دينيا وانا قال لي ان انا اتكلم في الدين، بس انا بعشق مصطفى حسني. تمام. بعشق. يعني انت كانت هو يعني كل حياتك ان انت في الاعلام شويه. بالظبط. او تمثيل. طيب مش ناوي يا احمد تكمل في الفيديوهات بتاعتك؟ ناوي اكمل، بس لو وصلت لحاجه اكبر من كده، لو لقيت ان انا عندي فرصه اعمل اكتر من كده، ما لقيتش ممكن اقف. طيب يعني لو حسيت ان انت نفس اللي بتعمله، نفس الستايل، نفس الفيديوهات، ما وصلكش لحاجه احسن، هتوقف. اكيد. ما جربتش تكسب من ورا اليوتيوب علشان خاطر يساعدك ده في انك تكمل؟ لا انا ما فكرتش ماديا خالص في الموضوع ده. يعني جت فكره مثلا كده شويه، وبعد كده قلت لا ملهاش لازمه، وممكن ما تجيبش حاجه لا مش في دماغي الفلوس. مش من كتر الفلوس ولا من قله الفلوس. انا بحب الفلوس قوي. لا هو مفيش حد ما بيحبش الفلوس، اكيد الفلوس بتظبط لنا حياتنا كلنا، بس لا انا مش ماشي ورا الموضوع ده. طيب يعني انت حياتك حلمك ايه؟ تقليدي مثلا انك لو ما كملتش فيديوهات هتكمل بقى في تجاره دي وتشوف لا انا الشهاده ان شاء الله وخلاص. بس بروزها برواز حلو كده، يكون 25 جنيه ولا حاجه. لا حرام 25 جنيه بعد كل ده بالله. لا انا هعلقها على الحيطه عشان برضو شكلها حلو. لا انت قعدت فيها 4 سنين مثلا. اقدرها بالظبط. بس هو تقديرها على الحيطه بس. طبعا خدني بنك والكلام ده كله قشطه، بس يعني انت جاي في اي مصلحه؟ جاي في اي حاجه. جت مصلحه من الفيديوهات قشطه، جت مصلحه من لا والله الفيديوهات ده يعني انا ده الحاجه الاساسيه في حياتي، هوايتك يعني عشان زي التمثيل كده. بالظبط. ان شاء الله يا احمد. مين البيست فانز بتوعك؟ في روان كمان. واخده بالك يا دعاء؟ دي من أليكس، بنت محترمه جدا، كانت معايا من الاول خالص. في ايه محمد دي برضو كانت معايا من الاول خالص. واخده بالك يا دعاء؟ بس ما اعرفش اختفت راحت فين. بعد كده لسه مكلمها من كام يوم. انت كده هتوديني في داهيه. خدت بالك يا دعاء؟ قلت بنتين يعني مفيش ولاد خالص. كلمها من كام يوم. صوفيا وفي رحمه من اسكندريه. 3 ولاد 3 بنات يا دعاء. ماشي يا دعاء. ولاد ده في هو انا مش فاكر اسمه بالظبط، بس هو انت فاكر البنات كويس قوي. لا عشان هو مش معايا على طول. هو شهرته دعبس. ماشي. بس في ناس تانية يعني، بس مش قوي. تمام. تقريبا كده حلقتنا خلصت يا احمد. تحب تقول ايه في الاخر كده، او نفسك تقول ايه للفانز بتوعك او للحاجات اللي انا البيدج بالنسبه لناس كتير ممكن تكون قليله. طب استنى يا احمد عشان بس في امنيه عايزه تسالك سؤال. يا بنتي مش انا اللي عايزه اساله سؤال، لسه فاضل سؤال. طيب اسالي طيب قبل ما تفنش. الاكونت بتاعك اللي كنت عامل عشانه اللعبه your favorite games هي والله جه فتره في حياتي كنت بلعب في الثانويه العامه لعبه المزرعه السعيده. كنت باكل بقر وخرفان. يا جماعه عامل اكونت مخصوص للمزرعه السعيده. بس فالاكونت ده برضو هو اللي معمول عليه البيج. بس فكانت هوايتي يعني، بس هي امنيه بس زي ما تقولوا فصلت يعني، فحبيت اسال سؤال عشان انت حبيت ترخم في الاخر. بالظبط. بس ربنا يسامحك. بهزر. لا قشطه يا احمد عادي. بس تمام. قول لنا بقى تحب تقول ايه للفانز بتوعك وايه جديدك والحاجات دي كلها. انا البيج بتاعتي يعني زي ما تقول دخل 25,000. هي قليله بالنسبه للبيجات كتير قوي. لا مش قليله بالنسبه من 3 شهور. بالنسبه لفتره تمام. بس انا شايف برضو لا في ناس بتعلى، سواء بقى بيعملوا برنامج يزود اللايكرز والجو ده، بس انا من الناس دي انا غني بيهم جدا بصراحه. وناس محترمه جدا وواقفين جنبي حتى لو ما يعرفونيش بالكومنتس وباللايك. بس اتمنى ان انا اكمل لو مفيش حاجه توقفني. واي حد متضايق مني بقى او ان انا مرضاش مثلا او ولد يشتمني، بس هو انا مش هرد عليك. انا خلي رجالتي ترد عليك. البنات بقى يردوا عليك. لا رجالتي. لا البنات انت بتقول لسه هقولها لقيت 3 بنات بيقولوا. واخده بالك يا دعاء؟ بس اتمنى واخده بالك يا دعاء، واتمنى ان انا اكمل في الحاجه دي وتبقى حاجه احسن يعني، ما توقفش على موضوع الفيديوهات على اليوتيوب او على الفيسبوك. وربنا يعني يكرمنا. احنا هندعمك طالما بتوصل حاجه كويسه ان شاء الله. ربنا شكرا. شرفت بيك والله. تمام. انبسطنا بيك قوي يا احمد. وانا اكتر. حلقه حلوه. حلقه لذيذه جدا. تلكت جدا. معلش دي عندنا. انا جايب لك جاكيت اهو خلاص. انت مش مكفيك الجاكيت ولا؟ لا حلو. ده الانتاج هو اللي تمام. شكرا ليكم. تمام.
للاسف بقى خلص وقتنا وخلصت حلقتنا مع احمد أدري، بس لسه في حلقات كتير وضيوف كتير في برنامج الفيموس مع أمنية مجدي ورفايدة البسيوني. استنونا يوم الاثنين الجاي وضيف جديد هتعرفوه يوم الحد بالليل. باي باي. Radio MTI